نص مليار شرط رحيل ديانج، والزمالك يفشل مع فتحي، ورسميا الاهلي والزمالك في كاس العالم لكرة اليد. الاهلي يشترط الحصول على نص مليار رحيل ديانج. حدد النادي الاهلي نص مليار جنيه مصري، ما يوازي 10 مليون دولار من اجل رحيل المالي اليو ديانج لاعب خط الوسط العائد من فترة إعارة بالدوري السعودي الموسم الماضي، وشارك مع الفريق في نهائيات كأس العالم للأندية، ولفت الأنظار ليه بشدة في مواجهتي بالميراس وبورتو البرتغالي. بعدها الأهلي تلقى عدة اتصالات من شركات تسويق. الأهلي عايز يحافظ على استمرار ديانج مع الفريق، وخصوصا أن المدرب الأسباني ريفيرو أبدى اقتناعه بمستوى وقدرات اللاعب، وإنه هيعتمد عليه في الموسم الجديد. ولكن وسط الاتصالات الكتيرة اللي وصلت للنادي الأهلي من شركات تسويق اللاعبين الأوروبية، واللي وضحوا فيها قدرتهم على توفير عروض لأليو ديانج، كان الرد من إدارة النادي الأهلي إن قيمة رحيل اللاعب 10 مليون دولار، ده أقل رقم بخلاف مميزات أخرى هيحصلوا عليها، وده رد نهائي عشان رحيل ديانج أو هيستمر مع الفريق. الزمالك يفشل في عودة مصطفى فتحي. مفاوضات نادي الزمالك مع بيراميدز في الفترة الحالية وصلت لطريق مسدود بشأن الحصول على خدمات اللاعب مصطفى فتحي جناح الفريق، هو واحد من نجوم بيراميدز واللي الزمالك كان حاطه على أولويات التعاقد في الموسم الجديد بجانب إبراهيم عادل اللي راح الجزيرة الإماراتي. الزمالك صدم من طلبات بيراميدز المالية، واللي وصفها مسؤول الزمالك بأنها تعجيزية، والهدف منها تعطيل إتمام الصفقة، وده اللي تسبب في توقف المفاوضات مع مصطفى فتحي تماما بعد ما أصبح شبه مستحيل يرحل عن بيراميدز. الأهلي والزمالك على رأس 8 أندية للمشاركة في كأس العالم للأندية لكرة اليد. الاتحاد الدولي لكرة اليد أعلن بشكل رسمي عن الأندية الثمانية المشاركة في كأس العالم للأندية، واللي هتقام في مصر خلال شهر سبتمبر المقبل في صالة العاصمة الإدارية الجديدة في أول ظهور ليها، في حدث كبير جدا. وعلى رأس الأندية المشاركة الأهلي والزمالك المصري. الأهلي هيشارك في البطولة بصفته بطل أفريقيا، والزمالك بصفته ممثل الدولة المستضيفة، وده بقى قرار رسمي. وهيتواجد معاهم فيس بريم المجري، مجدي برج الألماني، كاليفورنيا إيجلز الأمريكي بطل أمريكا الشمالية، والشارقة الإماراتي بطل آسيا، وسيدني كلوب بطل أستراليا، وتوباتي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية. 16 لاعب فقط في منافسات الاسكواش في أولمبياد لوس أنجلوس. اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 28 أعلنت بشكل رسمي عن عدد اللاعبين المشاركين في منافسات الاسكواش، واللي بتدخل لأول مرة في منافسات الأولمبياد، وحددت العدد 16 لاعب فقط. يعني في منافسات الرجال 16 لاعب، وفي منافسات السيدات 16 لاعبة، وده عدد أقل من متوقع بشاركتهم في أول تواجد للاسكواش في دورة الألعاب الأولمبية. وتحدد مكان منافسات الاسكواش في مركز الاسكواش في منطقة يونيفرسال سيتي، وهتقام المنافسات لمدة 10 أيام خلال الدورة من 15/7 والنهائي 23 و24/7. ونتمنى التوفيق لكل نجوم مصر وتحقيق حلم تحقيق ميداليات أولمبية ذهبية لمصر. خلصنا حلقتنا النهاردة، استنونا في الجديد، وما تنسوش تسيبوا رأيكم في التعليقات. سؤال حلقتنا النهاردة: هل تؤيد قرار الأهلي بتحديد المقابل المالي الكبير لرحيل اليو ديانج؟